الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله جل جلاله عزيز حكيم. أيها الأحبة، الله عز وجل قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هذا البحر لو أتينا بمائه وجعلناه مداد ويكتب في قلم، ووضعنا هذا المداد في قلم وظللنا نكتب بكل ماء بحار الدنيا من أوصاف الله عز وجل وكمالاته والثناء على الله تبارك وتعالى، فإن البحر ماؤه ينفد. هذا مداد البحر ينفد، وكذلك جميع أقلام الدنيا من الأشجار وغيرها فإنها أيضا تنفد ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر هذا مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أيضا أتينا بمثل بحار الدنيا بحارا مثلها وهلم جرا. أيها الأخ الكريم، مدادا لكلمات الله عز وجل. إذا علمت كلمات الله سبحانه وتعالى تتذكر حينما كنا في بطن أمنا، حين لحظة 40 يوما نطفة ثم مضغة علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم ينفخ فيه الروح، فيقول الملك لله عز وجل: ربي ما عمله أجله رزقه شقي أم سعيد. فالله عز وجل، تصور أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم الملك ويقول للملك: اكتب رزقه واكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد. فأنا وأنت وهذا 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 وكل المليارات التي هي على وجه البسيطة الآن على وجه الأرض الآن، الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالت قدرته تكلم للملك، تكلم كلاما للملك. فنحن الله عز وجل تكلم سبحانه وتعالى بكلام قال: اكتب مصطفى شقي أم سعيد. فيا هذا، أنت علمت أن الله عز وجل كلم الملك وقال للملك: اكتب عمله رزقه أجله شقي أم سعيد. نحن لا ندري هل كتبنا من الأشقياء أم كتبنا من السعداء بين الخوف والرجاء. فأنا لا أدري هل كتبنا. مش كده الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.